طبعا يا جماعة الحمد لله وصلنا أول 106 سبسكرايبر يعني. بنحتفل النهارده سؤال بال بسيط 106 كده، سبسكرايبر. قلنا نعمل ابجريد حاجة كده عشان حاجه خفيفه كده. تظبط الدنيا ونحتفل بال100 سبسكرايبر. بالظبط كده. ولا شغال يا حاجة. وأهلا بكم على الكنبة الجديدة. يلا بينا على يلا طول. بينا نخش على الحلقة الثامنة. ماشي. لا احنا مش متسرعين ولا حاجة، بس يعني نظرا لحبنا واخلاصنا للسلسلة دي فتم فصل الحلقة الثامنة والتاسعة عشان ما نطولش عليكم، وبرضه ندي الحلقة حقها في السلسلة. فاسفين جدا ان احنا ما دركناش الفكرة دي وقت التصوير، وان شاء الله الحلقة هتعجبكم زي المسلسل كده. نخش على الحلقه الثامنه. الحلقه الثامنه كانت دوامه ومدعكه بنت. تمام. الموضوع بقى جري. دي بجد كانت حاجه يعني عظيمه. انا الحلقه دي كنت قاعد مشدود شده مش طبيعيه لما قابلت بقى ديفيد وجيمس. وعملت بقى يعني برضو بتشوف ان هي اتعلمت من جول شويه. كانت اللي هو باين ان هي يعني اتعلمت جامد لما راحت ماسكه البنادق وقعدت تطلع منه الطلق. عشان وبعدين قالت ما لهم يعملوش ارجعوا مش حركة. عارف كام خطوه وروح انت ما تروحوش انتوا الاثنين ده ومش قوي عارف حته ايه. الطلق دي، يعني ما بتحصلش كتير في افلام اللي هو يروح زقين بس المسدس وخلاص. لا دي كانت زقته وراحت مطلعه الطلق وبتاع. بالظبط. بس وراك ان هي لسه برضو مش قوي لدرجه 100%. اكيد. اما لا عندنا حاجات وكده قالت له ميديسن، فاهم اللي هي. ما هو ده باين لك اللي هو انا مثبتاكو وبتاع وكله تحت السيطره، بس لما لقيت ان هي في حاجه هي عايزاها اللي هو ميديسن عشان جول، فكرت على طول ناحيه جول لان دي البايورتي بالظبط بالنسبه كده. لها. يعني غير كده ما كانتش هتسمع لهم حاجه، واللي هو مش هتقربوا من البتاع ده، أيوة. ولاد الوسخ الاكل بتاعي، فاهم. بالظبط. فالحته دي كانت برضو تبين البارت الفعلي معزه جول عندها يعني. عايز بس اقدم بس يعني اعتذار عن صوت الكلاب اللي هيطلع كل شويه. الدنيا بس صورين الكلاب الساعه عامله 12 ونص واحده باين حاجه كده 12 ونص 5 فالكلاب دلوقتي بتحيينا يعني. بالظبط كده. خش جوه الناس دي الشله ولا الجروب الناس دي دي. كانت مريبه من الاول ومكنتش فاهمهم وبتاع. وبعدين فكره ان هما كانبلز دي انا كنت بدات احس هي في لما جاب اللحمه ووراها كده الدخله في الاول. وبتاع. الدخله في الاول لما جاب لك ان هم تحسها في الاول ان هي جروب متدين بقى واسمه ايه وفاضر ومش عارف ايه، وهو ديفيد ده واخد رول الفاضر في الجروب. ولما لطش البت الصغيره بالقلم قلت الراجل ده مش مظبوط. والله انا كنت عايز اقول الراجل ده طيب، وبعدين بقى في اخر الحلقه قلت الراجل احنا طيبين بس مش طيبين في. هو ده المثل اللي ماشي عليه فشخ. فهو ديفيد يعني كده انا كنت حاسس بوراها حاجه، يعني هو حتى لما قابل الي كان طيب بزياده. اللي هو طريقه مريبه كده. انت عايز ايه؟ انت اكيد مش غلبان للدرجات دي يعني. انت اللي معاه جيمس. وبالمناسبه يا جماعه جيمس ده اللي كان عامل جول في اللعبه، اللي كان عامل الصوت بتاعه. كان اللي هو طب انت عايز ايه من الي بالظبط؟ الحوار ده ما كانش موجود في اللعبه، اللي هو هنجيله في حسب بينها لك في اخر الحلقه بالذات بس. وطبعا في اول حلقه جاب لك البنت الصغيره اللي باباها مات، اللي هو جول موته قبل الاصابه، فبرضه عمل لك كونكشن بالحوار ده عشان يبقى فيه كونسيكونسز للحاجات اللي جول بيعملها. هما لما ريفيل ان هما عايزين جول وكده، وبعدين هي خدت الميديسن وهربت منهم وبتاع. الدخله اللي هو احنا برضو سبحان الله يعني الراجل مات كان معاه بنت صغيره برضو اللي قتل الراجل تبعنا، فالدخله والطريقه اللي فرشالك بيها كانت حلوه. طبعا العوق بقى لما جم يحاولوا يموتوا جول وياخدوا الي وبتاع، وجول الحمد لله قام بالسلامه الحمد لله. بس كانت قبل دي كانت عجباني الطريقه اللي هي اللي هو راحت رايحه وحامياه، واللي قالت لك قوم بسرعه وبتاع والناس جايه، وراحت قافله عليه حاولت تخليهم يبعدوا عنه عشان ما يقفشوش يعني ومش عارف ايه. كانت الحته جامده. عجبني تفكير الي في الحلقه عموما ثرو اوت لا يعني بيبين لك اكتر شخصيه الي والشجاعه بتاعتها يعني، وان هي برضو متمسكه بجول قوي، فبتعمل كل ده عشانه يعني. هي دي الاحراج. طب مبدئيا كده بعتذر عن المقاطعه وبعتذر على المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، بس تقدروا تقولوا الصيف دخل عليا فجاه انا والتيشيرت يعني. ان شاء الله الفيجوالز تقوم بالواجب ونتعدي على خير. شكرا.
كده كده انا كنت قلت اللي هو انا خلاص ابتدينا نشوف بقى جوليو إيلي كبوند قويه قوي، فده اللي ابتدينا نشوفه في الحلقه دي، بس لحد بقى ما اديته الحقنه ايوه يعني ما اعرفش يعني هو بجد الحقنه دي لو فيها منشطات مش هتعمل كده يعني اللي هو بس هو الراجل كان لازم يقوم بقى فاهم. ما كده كده يعني عشان القصه فعديتها، بس يعني كانت ضايقتني شويه ان هو هو الراجل قاعد راقد في السرير ومش قادر يفتح عينه وفجاه قتل 3 وبيعذب 2 وبتاع، مع ان الحته دي بقى كانت جامده قوي، بيوريك قد هو ايه سفاح في بيوريك قد ايه هو روثلس، اللي هو ما عندوش رحمه، وده طبعا بيبان في الحلقه التاسعه اكتر، بس هو جايب لك الحته دي بتاعت يعني موت واحد وبعدين عذب الاثنين قدام بعض، موت واحد فيهم بعدين خلاص انا متاكد مش عايز حاجه منهم، اما موت الاثنين. ايوه يا عم قال بالراحه. لك لما طريقه التعذيب اصلا بنت وسخه لما لما راح حطها حطها في ركبته في وبتاع، ركبته وبعدين بيقول له راح للتاني قال له لا لا انا مش هقول لك حاجه، اللي هو لا ماشي انا مش عايز منك يعني حاجه انا خلاص مصدق انا صاحبك مصدقه يا عادي. عم. فلا كانت روشه قوي برضه، وبيبين لك قد ايه هو ما بيهزرش يعني في الحاجات دي، لما يجي عند حد هو بيخاف عليه يعني. هو انا عجبني الذكاء بتاع إلي برضه، وهي بتتعامل مع ديفيد لما كانت محبوسه في الكيج ده وبتاع، وبتمشي معاه بالراحه، الاول اللي هي بتأفور وبتتعصب وبتعفرت، وبعدين مشيت معاه وراح واحده كده، بعدين مسك ايديها وبدا كانت بتسايسه، بعدين مسك ايديها وبدا يبقى بس مريب، هو كده كده هو ايده. هي كانت يعني هو من قبل يعني هي حوار مسك ايديها، هو كان هي اللي حطت ايديها مش يعني اللي هو انا هسمع كلام طب تعالى فاهم يعني هي كده كده ما كانتش هتسمع كلامه، اللي هو هي بتجريه بس لو كده تقدر كده كنت عايز تاخد منه المفتاح بتاع عشان تهرب. بس كان عاجبني اللي هو ان هو ديفيد شايف بقى فيها ان هي شخصية قوية وعندها ليدرشيب وتقدر ان هي تليد الجروب ده وبتاع، فكان بيحاول ان هو يقنعها يعني، بس اللي هو على مين يعني بالظبط. على فكرة ان انا في الاول كنت فاكره اللي هو ايه بيحاول يقنعها كده عشان ياخدها تحت جناحه بقى، واللي هو يريبليس جول وكده ويعيشها معاهم، بعدين اكتشفت ان هو جروب يعني هو اصلا لما قال البنت الصغيرة ان انت ابوكي ما ماتش your father is here ولا حاجه كده، اللي انت عايز ايه بالظبط يا عم انت، عمال بقول الواد ده مش تمام على فكره شكله اللي في القطافل فاهم. فلا يعني هي ما كانتش موجوده تقريبا في اللعبه ان هو يعني، بس هو كده كده كان الموضوع كان مرعب فشخ بقى بالجثث الموضوع الكانبلز ده كان مرعب قوي، الحته اللي هي وهي في الكيج دي كان المفروض في جثه اصلا على على متقطعه وبتاع، ثم بدلوها بالودان بس طبعا اللقطه اللي جول بيخش فيها ويلاقي بقى وبيلاقي البوديز متعلقه، ايه الرعب اللي هو فاهم جزاره الحاج احمد معفنين ايه جزاره الحاج ديفيد. هو بيوريك قد ايه الدنيا بايظه بعد طبعا الابوكاليبس ما اللي هو هم مضطرين يعني بس اكيد في نص يعني كل الناس اللي عايشه دي في ناس عامله كده فاهم يعني مش حاجه بالظبط يعني اللي هو يعني في ناس بتاكل لحم حمير مش تاكل لحم بني ادمين يعني صباح الخير يعني. بس هي التقديمه المرعبه فاهم اللي هو الودان دي، فاللي هو وصلت لك الرعب اللي هو لا دي مش مجرد ناس مجان يعني مخيفه او متدينه بس او في حاجه، لا ده دول ما بيهزروش. والفكره كان في ميم معمول على ديفيد وهو بيسال بنت صغيره بيقول لها did you like your father لا فاللي هو اكيد كان ابويا، لا انت ما فهمتيش سؤالي وقاعده تاكل في السن اللحمه فاهم. كانت عامل لها ابوها ميديوم ويل ميديوم ويل فاخدت ابوكي جنان لا كانوا صعبين، وهو اصلا كان قايل لك ان هو مش كل الجروب عارف هو كان كام واحد بس فكان طبيعي يعني ان مش كله يعرف. هو عموما شكل الاكل اللي كانوا بياكلوه كان مريب قوي فاهم ايش طب ما لو شفت هانبل يا باشا كنت ما كنت هقول لك يعني انتوا تقربوا هانبل حاجه. لا ده كان بيعمل يا باشا كبده البني ادم ولا كأنها احلى ستيك ميديوم ويل فاهم. لا كانش بيعمل سندوتشات كبده وسجق لا كان بقول لك كان بيعمل الاكل بطريقه مغريه فشخ. اسمع لنا يلا حصل خير. نخش في اخر حته بقى اللي هو لما قتلت اسمه ايه جيمس، الحته دي كانت جامده قوي وجري طخ ما تخيلتش ان هي تديله مره واحده كده، هي ما بتخدم اللعبه بالظبط بس انا طبعا ناسي فاتفاجئت عادي لا وعجبتني لما اصلا عملت صور كده وبعدين راح قايل لها كنت بتقولي ايه تايني بيسز
على اساس اللي هو ما يقطعش وبتاع، فراح مرفرش لها الحوار. لما ضربته بقى وطلعت تجري، السيكونس ده كله بقى قال بس ده جول هيجي ينقذها وبتاع. ايوه بالظبط، اللي هو الطبيعي ان هو بقى البروتكتور بتاعها. بس هم الرايترز قالوا لك لا احنا ما كناش عايزين حاجه زي كده تحصل، احنا عايزين الي هي اللي تبقى معتمده على نفسها، تبين لك الجانب ده من الي. فدي كانت حاجه برضو محترمه يعني. المشهد كله كان تقيل وعظيم جامد قوي ومخيف في نفس الوقت. فلا وحسيت بالايموشنز بتاعتها. وبعد كده لما مسكت الساطور، عرفت تمسك الساطور وموتته، فضلت قبل دي الحته وهي بتسنيك من حواليه. واللعبه يا اسطى في اللعبه كنت بتضرب واحده تمام، بعديها من تاني مره بتبقى اصعب عشان انت المفروض تضربه 3 مرات. تاني مره بتبقى اصعب، تالت مره بقى هو بيبتدي يسنيك هو كمان ويستخبى وما تسمعلوش صوت، فالموضوع بيبقى اصعب. طبعا هو هنا عملها لك مختلفه، ان هي غلطت من اول مره وراح شايفها عشان تخش في الموضوع على طول. وطبعا مختلفه عن انها تبقى جيم بلاي، بس وصلها لك بالطريقه المرعبه والخطر المفروض يوصلوها يعني. اللي هو تعالى بقى فاهم، في الاول في الاخر طفله، فهو هيمسكها يكتفها، ما فيش هزار يعني. بعدين بقى اول ما قال لك انا اكتر حته بحبها هي الفايتنج، اللي هو يا ابني طب تعالى بقى فاهم. فكنت مستني تفش الغل ده بالطريقه بالظبط. انا اتبسطت جدا لما عماله تديله بص فاهم. هي دي برضه من اللعبه بالظبط بنفس العنف كل اللي طلعته، اللي هي برضه في الاول في الاخر هي صدمت. انت طفله وواحد يعني كان لمؤاخذه يعمل معاك جلاشه يعني. فطلعت كل ده بقى فيه، وكل بقى اللي بيحصل، وكل بقى كل حاجه في دماغها. الحته دي هو كان المفروض جول برضه بيخش عليها ساعتها، بس هو خلى لك ان هو لا هي اللي تطلع يقابلها. الحته دي جامده قوي. بتريفرنس لاول حلقه اللي هو بيبي جيرل لما كان ماسك برضه ساره وكده. فالحته دي بالظبط اللي هو خلاص بيقول لك ان دي ساره بالنسبه لجول، بس خلاص بقى هي دي اللي فعلا بقى اللي قفلت يعني الموضوع بالظبط. دول فاميلي فاهم، اللي هو لما قال بيبي جيرل وراح ماسكها كده وبتاع وراح وده اللي اثر على بعد كده اللي هيحصل في حلقه 9 كده بس كان جاب لك في البوينت دي ان هم خلاص هم بوند واحده وفاميلي بالنسبه لبعض. فدي الحته انا كنت مستني اشوفها يعني. وكان كل مره بنحيي بيدرو باسكال، بس الحلقه دي بيلا رمزي كانت عامله دور جامد قوي. بيلا رمزي بجد خدت الدور بالكل الباشن كده، وهي في الكيج الحته دي كانت جامده قوي، وهي بتزعق بتقول له انا هفشخ ميتين امك، ولا اللي هو هجيبك يا ابني الجو ده. فكانت لا يعني عامله الدور حلو قوي الصراحه، تستحق التحيه زي باسكال بالظبط. يعني احنا كنا بنقول ان هو بيدرو باسكال بيعلي على نفسه كل حلقه بالظبط، هي كمان بتعمل نفس الحاجه بالظبط. لا وخدت مساحتها قوي في الحلقه دي. يعني برزت كل اللي ممكن تطلعه. يعني انت عندك حلقتين على إلي، واحده بتوريك الباس بتاع إلي، واحده بتوريك إلي دلوقتي. كل واحد جانب مختلف، ده الجانب الطفولي اكتر، او الجانب الآلي اللي هي مع صاحبتها وكده، وده الجانب اللي هي في العالم دلوقتي بتعمل ازاي والعنف اللي هي ممكن توصل له. عموما عشان ما ننساش الحته دي واحنا بنتكلم على ابيسود 9 برضو، السؤال اللي انا كنت بساله الحلقه اللي فاتت ايه اللي حصل لهم في الاخر، هي جاوبته في الحلقه 9 ان هي اضطرت في الاخر هي اللي تموت رايلي وبتاع. يعني كان المشهد ده يعني انا كنت فاكر ان هم هيسيبوها ان هو مش هي اللي تموته وحد تاني يموتها، كان هيبقى مؤثر قوي الآلي كمان كتمثيل لبيلا رمزي. بس يعني هتلاقي هم شافوا ان هو سيبوها كده احسن يعني. طبعا مفيش داعي ان افكرك تدوس لايك وشير وتقول لنا رايك في الكومنتس لو عجبك الفيديو. بس زيادة التأكيد برضو استنى تكملة الحلقة واخر حلقة من سلسلة اخر واحد فينا، اللي متأكد انك مستمتع بيها زيك زينا بالظبط. نقاش مطول على اخر حلقة وسيزن 2 بكرة ان شاء الله. ويلا سلام.